سلام، انتو عشتو حق الله. بعدا راه خديت سينيال البارح، فرحوا ليا. صبحت على السينيال وجيت نلخص معكم نبرد غدايدي في هذا فيلم الاخوان اللي كان دار ضجه في المغرب. الوغ القصه ديال ثلاثه ديال الصحاب، اولهم القصه ديالو انه قلبه محروق على ميمته اللي كيضل فيما يكون مع صحابو كيلقاها كطلب في الزنقه، وهو كيشوف راسو ما قادر يدير لها التسفته. اللي قادر يدير هو انه يخصم عليها ويهرس عليها في الماعن ويخبطها في البيبان. هاد السيده هادي فيما مشات كتهز الخبز، كتشفر الزيت وكتشفر لك حتى داك الكاس ديال الاتاي اللي كتحطي ليها. معدي على عباد الله ديال بصح طويميعه. الثاني هو زريقه، هو البطل، عنده باباه مشلول، عنده ميمته معوزه مسكينه ما خداماش، ومشكلته مع اختو اللي هزاهم يا حسره لانها علاش حيت خدامه في الكباري وهو عارف، والديها ما عارفينش، ولكن اللي كيخلي حقد عليها انه هي احسن منه، على الاقل هزها عائلتها. هو كيضل ينقر ويخاصم، وفين ما يشوفها في الزنقه كيدير راسو ما كيعرفهاش لانه اصلا ما حملهاش، وكاع داكشي اللي كيتقال عليها ما بقاش قادر انه يصبر. والام من بعد ما شافته ولاحظت انه بصح بنتها راه خدامه في الحرام ما قدرتش انها تقول لها والو، لانه بصح حيت هي اللي هزاهم وهي اللي كتخلص لها الكوش والدواء ديالها. الشخصيه الثالثه هي اللي معذبه بزاف هذا الفيلم ولا مازال غادي تعذب، لانه والديها اصلا معذبينه. علاش؟ لانه الام والاب مدبزين على شي حاجه بانال ودايرين منها حرب عالميه رابعه. داكشي راه فايت الحرب العالميه الثالثه. شنو طرا؟ الام واحد النهار هزات السروال وصبناتو وما شافتش بلي الجيب راه كانت فيها واحد الوريقه ديال التيرسي، وهذا الشارف اللي هو الاب كان رابح فيها 15 مليون، يعني ضيعته في 15 مليون. هادشي اللي خلاه حاقد عليها وبغى يقتلها. بالنسبه لهاد الثلاثه ديال الصحاب مشكلتهم الوحيده هي الحاجه، العسكريه اللي هم ما بغاوش يخلصوها في بزاف ديال الشهور، وهادشي اللي خلاتها انها تجيب لهم هاد السيد هذا يهرس لهم كما مرهم ثلاثه. من بعد ما تناقشوا نقاش عميق جدا في البويته ديالهم اللي كارهين عند الحاجه، لاحظوا انه الدنيا محنسره مع باباهم كاملين ثلاثه، وهادشي اللي غيخليهم يفكروا باش انهم يديروا واحد الفيديو مطرطق ديال بصح وغيلونسوه باش منها يتشهروا ومنها ياخذوا العاقه ديال بصح. وهنايا غيفكروا في واحد السيده اللي كانوا داروا معاها هاك السيده سميتها سندس، هي اللي غتعاونهم باعتبار انها يعني انسانه لطيفه بزاف، وغيفكروا كذلك في صاحبهم ديسپونيبل باعتبار انه عنده واحد الكاميرا مطرطقه. ولكن في الوقت فاش كانوا كيتناقشوا كان صاحبهم ديسپونيبل كيشفر الفيلا ديال سندس. صدفه صونوا لسندس باش يقول لها شنو غيديروا وشنو غيديروا باش تعاونهم. رجعوا لي دابا راني محتاجه، لقاو التليفون انه مشفور وكاين عند ديسپونيبل، وهنايا غيامروه باش يردوا التليفون للسيده حيت محتاجينها ديال بصح. هادشي اللي غيكون مع اتصلوا بها مع مشى زريقه وتلاقى مع سندس وقال لها راه بغيناك انك تعاونينا في التصوير ديال واحد الفيديو، وهما تمو غاديين في الدروج غتبان لهم الحاجه كطل وغتحبسهم وغتفكرهم عندكم فلوس، تفكر فيهم واحد التفكير خايب بزاف. المهم غيطلعوا للفوق من بعد ما خلصت ليها سندس الفلوس ديال الشهور وقالت لها عطينا اتساع فكره عندنا شي خدمه غنديروها. غيطلعوا للفوق غيبداو التصوير غيديروا راسهم هادشي اللي شفتو بطبيعه الحال، واخا راه عارفه هادشي غيهدد ليا الفيديو ولكن والله طنح. المهم وغيبقى صاحبهم ديسپونيبل كيصور. هادشي داروا على حسب غير الترفيه، بحال قلتو البوز، عرفتي داك الباد بوز اللي كيدار هو داكشي اللي داروا، بقاو كيصوروه هكا مزيان. الفيديو خاصو يتمسح شويه تكسات الامور. زريقه اللي كنقترح عليهم هاد الفكره باش يجمعوا العاقه ديال بصح من اليوتيوب شويه تقلب، قال لهم راه داكشي راه غيدينا غير الحبس ولا الاعدام، يعني بلا ما نلعبوا الفيديو لا غيصيفنا الحبس. بعد نقاش حاد بصح بيناتهم صافي في الاخر اتفقوا بلي راه بصح راه يقدر هادشي غيخرج عليهم وغيدي لهم للمؤبد صافي، واتفقوا انهم يتمسح الفيديو. شويه في الليل فاش مشات سندس لدارها الفيلا ديالها غيجيها اتصال غيقول لها راه واحد الفيديو غير ما غتعطيني 6 المليون ولا غنلونسيه في اليوتيوب باش نشوهكم ونفيق الراي العام باش يديوكم جبله. سندس بحر الصدمه غتجيب ماسكها وبينوارها وبانطوفتها وغتبدا تهز على زريقه وصحابه وتقول لهم راه عارفاكم ربعت الشلابيه باغيين تدوروني وتلعبوا عليا العشره، ولكن والله الا كلت لكم. شويه غيشكوا في ديسپونيبل باللي هو يقدر اللي دار هاد اللعيبه لانه هو اللي فاهم في هاد الشيء هذا وهو اللي عنده الكاميرا ماشي هما. في الاخر غيلقاو باللي راه ماشي ديسپونيبل وماشي دوك الربعه، يعني شكون اللي دا الله اعلم. لغد ليه غتنوض القرباله في الدرب ولا في الكاريان ان صح القول. غيجيو البوليس وغيجيو لي زانتربول ولا ما عرفتش داكشي وكلشي مقربل ومدربل على هاد البراش هادو باش انهم يديوهم على داك الفيديو ديال الرعب اللي داروا. وحتى سندس ملي شافت الخبر حتى هي في الانترنت ناضت جرات من الفيلا ديالها وجات انها تقولها لهم. ناضت قرباله ديال بصح طوندونس طلع بصح ولكن ما داو فيها حتى ريال. السلام عليكم.
شويه غيجي هاد الزعيم ديال العصابه ديال داكشي اللي فراسكم، وي اكزاكتومون، غيجي عندهم غيدق عليهم زعما راه انا غنحميكم، يديهم لواحد لاكراج. صراحه البوشلاغه ملي قتلني بالضحك. مايا جات غزاله فراسكم، جات بوغوزه. غيسترهم غيتنكروا باش انهم يقدروا يخرجوا من حي الصفيحه ولا الكاريان، وباش يدوزوا لداك الكراج. وفي الاخر غيتكشف باللي هو وداك حموده صاحب ديسپونيبل هو اللي حط، يعني داك حموده شفر الفيديو الديسپونيبل ولو نصاب. فهمتوا كيفاش؟ المهم هادشي اللي غيخليه ينتقم منهم، اولا بالاحرى يشدهم من الايد. يعني الا بغيتو نحيد داك الفيديو اجيو ديروا لي واحد الشغل. غيحط لهم 4 ديال لي بيرسون باش يجيبوهم عنده، باش كما كنقولوا يحكهم. اولهم هاد السيد هذا اللي كيغني في الكباري، وباش يجيبوه غيصيفطوا سندس باش انه تقول لي عافاك وصلني راه راجلي دارك السيده تا. وفي الوقت فاش كانوا كيهضروا غيعطوه دقه وغيديوه لذاك الكراج. ثاني واحد هذا بغى غير يموت اصلا، غيدفعوه من فوق السطح وغيجيبوه. الثالث هو الطبيب، غيمشيو عنده على اساس انهم بوليس وغيجيبوه كذلك. والرابع يا لالا هي العسل ديال هذا الفيلم كامل، هي التاويل. هذا كيقتل بالضحك. هذا راه غير وقفوا داك الطوموبيل وطلعات وطلع مشى عندهم وشويه جابوهم بربعه للكراج. ايوا غيقول لهم هاد الشارف هذا اللي هابط من جهنم غيقول لهم يلا هو نمشيو للمقر ديالنا الاكبر عند السلطان ديالنا الحاكم باش انه يشكركم. وهاد الجماعه سميتها صنداليستان. ما عرفتش واش فيها استهزاء ولا غير جاب لي الله ولا انا اللي محسبسه. المهم هذا هو الرئيس ديالهم، غيشوفهم وغيحبسهم في واحد الحبس هكا ديال الخشب ليله كامله. الغد ليه غيغديهم وغيقادهم وغيصيفطهم للتدريب باش يتدربوا ويقصحوا شويه ويترجلوا. خصوصا داك فاطمه التاويل هو اللي غيحكي عليه. صافي صحابي هذا ما كان من بعد ما شاف الغاضب ديالهم صافي طمن ليهم وعرفهم بانهم قاعدين على المهمه. غيصدمهم وغيقول لهم راه هذا السلاح الناسف غنديروه على جنابكم باش تمشيو للكباري باش تفرقعوا وتقتلوا لنا داك الرواح. المهم هادشي اللي غيديروا غيمشيو من بعد صدمه كبيره ويمشيو غيبداو يشطحوا ويردحوا ويغنيو. شويه زريقه غيتصدم وغيشوف اختو بلي راه خدامه بصح في الكباري، حيت هو كان عارف انها كدير شي حاجه ما هياش، ولكن ما كانش يعني مستوعب انها غتكون في داك الكباري اللي خدام فيه واحد صاحبه. هنايا في داك الوقت نيت غيجي واحد الاتصال لهاد صاحبه الاخر بانه الام ديالو راه هربات من دار العجازه. غيمشي يقلب عليها في ديور الكريان وغيلقاها مع جاي يعنقها مع داك الحزام الناسف طرطش له ولا ميمته. صافي خلى واحد الصدمه عارمه في احياء الصحيف الصفيح. المهم وبصح بقاو الناس مصدومين. في هذه الاثناء المجموعه او الصحاب كانوا برا الكباري رفضوا رفض تام انهم يكملوا العمليه، وقالوا الزعيم قالوا لي حنا ما ابو الحطيئه داير مابقاوش باغيين يتفرقوا. عباد الله هكا ابرياء ما داروا والو. والمهم غادي مازال نقول لكم هاد الهضره شنو هذا. صافي ورفضوا هادشي بالرغم من انه راه هددهم. ملي مشى الزعيم قالها للزعيم الاكبر قال لي ودي راه داكشي راه متحكمين فيه عن بعد، يعني غنطرطقوهم وقت ما بغينا غنتقموا منهم بالمزيان. ولكن هما ما عارفينش انه الدراري راه حررهم حموده من داك الحزام الناسف وفكك ليهم داك الرموز باش يتحيد ما يتفرقعش. في الوقت اللي كانت المنظمه الصنداليستانيه مازال واحلين مع فين مشاو البراش واش تفرقعوا ولا ما تفرقعوش، هما كانوا مخبيين عند صاحبهم ديسپونيبل ويلا قال لهم راه السيد راه صاحبكم مات. هنايا غيلقاو واحد الصدمه كبيره وغيبغيو ينتقموا اكثر. جاهم اتصال من الزعيم قال لهم راه عائلتكم راه عائن عندنا، الا ما جيتوش راه غنقتلوهم دقه دقه. ولكن هما داروا واحد الخطه ذكيه، هي خطه الارنب، اللي هي انهم غيربسوا وغيتنكروا في شكل ارنب وغيمشيو يديروا بحال غيسرقوا شي بنكه باش هكا يجبدوا البوليس ويجبدوا الراي العام باش هكا يقدروا انهم يهضروا معاهم على هاد المنظمه الصنداليستانيه بالتي هي احسن. لانهم صراحه الا مشاو هما راه غيخسروا الحرب غيخسروها، اللهم التدخل السريع هو اللي غيتكلف. صافي هذا ما كان. المهم مشى التدخل السريع فكك ديك المنظمه الصنداليستانيه وحرر الضحايا، ولكن الرباعه مشاو للحبس كلهم واحد واحد. فبالنسبه للفيلم ما نكذبش عليكم الفيلم واعر كيقتل بالضحك، ما نكذبش عليكم واعر ديال بصح وكيتوشي صراحه لانه كان فيه واحد الصداقه زوينه بزاف وكان فيه واحد التعاون. اما بالنسبه للدين الاسلامي فما تكروش نهائيا في هذا الشيء. ماشي بحال داك فيلم يا خلال الله راه كنت درت ليه التحليل راه غنوصي لكم حتى هو لانه تم الازاله ديالو من طرفي انا. المهم كما قلت لكم انه ما تكروش الاسلام، ما تكروش الانبياء، ما تكروش شي حاجه مقدسه عندنا حنايا ولا ديال الدين، لانه حتى الصلاه ما بينوهاش كاع في الفيلم. بالعكس كان فيلم كوميدي بامتياز يعني زوينه بزاف، كوميديا نقيقيه بزاف
وكذلك بالنسبه للاسلام اصلا ما بينوش بزاف، لانه حتى دوك الدراري الثلاثه اللي دايرين اللحيه ما كانوش كيصليو ولا والو، كانوا غير هما حاقدين على الوقت. واحد حاقد على الوقت على حساب مو اللي كطلب ديما وهو ما قادرش يدير حتى حاجه، واحد اخر على ودي تختو اللي خدامه عليه وعارف شنو كديروا وما قادرش يدير حتى حاجه، والاخر على ودي باه اللي كيهدد مو بالقتل لدرجه انه اضطر انه يخليها في دار العجزه. فهذا الشيء هذا مكان، فنتمنى انه ينال اعجابكم. راه غيكون في القناه الاولى، ما تنساوش انكم تشتركوا في الاشيره كنلخص الافلام. السلام عليكم.